أهلا بيكم في رحلتنا النهاردة مع شخصية مؤثرة. هنتكلم عن صوت هز القلوب، هنكتشف أسرار واحد من أعظم مقرئي القرآن، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. أول من تلا القرآن بمكبرات الصوت في مكة والمسجد النبوي. وصف الشيخ الشعشاعي بأنه عمدة التلاوة في العصر الأول للقراء في مصر والوطن العربي. اتولد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 21 مارس عام 1890 بقرية شعشاع في محافظة المنوفية. والده كان محفظ للقرآن وحفظ القرآن على يده، وانتقل إلى طنطا لدراسة علم القراءات من المختصين. ولأن صوته عذب وفريد نصحوه المشايخ بالسفر إلى القاهرة والدراسة في الأزهر الشريف، وفعلا التحق بالأزهر ودرس فيه القراءات على يد الشيخ البيومي والشيخ علي سبيع، وأصبح واحد من أساطير التلاوة. إلا أنه كان بيعاني من رهبة وخوف من مواجهة الجمهور في بدايته. ومع الوقت كون الشيخ الشعشاعي فرقة للتواشيح الدينية، وكان معاه الشيخ زكريا أحمد، ولمع نجم الشيخ الشعشاعي وأصبح له آلاف المحبين. وفي عام 1930 تفرغ لقراءة القرآن وتخلى عن التواشيح نهائيا، ورفض الشيخ الشعشاعي التلاوة في الإذاعة في البداية، وده كان خوف منه إنها تكون من المحرمات، ولكن تراجع عن موقفه بعد فتوى لشيخ الأزهر وقبل العمل بالإذاعة، وكان مرتبه 500 جنيه سنويا. الشيخ الشعشاعي كان تاني قارئ بالإذاعة، وعين قارئ لمسجد السيدة نفيسة وبعدها قارئ لمسجد السيدة زينب. حاز الشيخ الشعشاعي على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وده تقديرا لدوره في مجال تلاوة القرآن. توفي الشيخ الشعشاعي عام 1962 عن عمر يناهز 72 عام، وترك وراءه ميراث قيم ومكتبة صوتية للقرآن الكريم بتحتوي على 400 تسجيل موجودة في الإذاعة المصرية. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة.